مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. وزارة الصحة تعلن تشخيص إصابتين جديدتين بمرض فيروس كورونا. تواصل التبرعات لتنمية صندوق التصدي لمرض فيروس كورونا. جهود حثيثة للارتقاء بمستشفى مصوع. ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية بوقف التمويل ويعتبرها منحازة للصين. حاملة طائرات فرنسية تعود للميناء للاشتباه بوجود حالات كورونا على متنها. مقتل قيادي كبير في حركة الشباب في غارة أمريكية بالصومال. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. شهد المختبر الطبي الوطني يومي 7 و8 من أبريل 2020 إجراء فحوصات طبية ل20 من القادمين إلى البلاد قبل توقف الرحلات الجوية في إريتريا، وكان قد تم التشكيك بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد. ومن بين هؤلاء أكدت إصابة رجلين بفيروس كورونا، أحدهما يبلغ من العمر 62 عاما والثاني شاب يبلغ من العمر 30 عاما. ومع إضافة هؤلاء بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد 33 حالة إصابة مؤكدة، حيث يتواجد جميعهم الآن في المستشفى ويحصلون على الرعاية الصحية. يواصل الإريتريون في الداخل والخارج بوتيرة عالية التبرعات على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمات الوطنية لتنمية صندوق التصدي لمرض فيروس كورونا. وفق المعلومات الواردة، تبرعت قيادة القوات الخاصة ب 600 ألف نقفة، و42 من أعضاء جمعيات المناضلين التعاونية ب 736 ألف نقفة، ووحدة الهندسة العسكرية لقوات الدفاع ب 100 ألف نقفة، والسيد أمانيل مسؤول خدمات البريد السريع في أسمرة ب 250 ألف نقفة، وجمعية عوت للمواصلات ب 100 ألف نقفة. كما تبرع السيد برهاني ولدو ب30 ألف نقفة، والدكتور برهاني ماركاي مع زوجته الدكتورة تساقا سبهاتو ب20 ألف نقفة. كما تم التبرع ب15 ألف نقفة باسم بلدة 4 اسمرة، فيما تبرعت المناضل الشاشو دباس قوال قدي ب10 آلاف نقفة، ومواطن امتنع عن ذكر اسمه ب10 آلاف نقفة. كما تبرع السيد حقوس باهتا ب10 آلاف نقفة، والسيد سيوم تسفى قابر ب3 آلاف نقفة، والسيد سلمون سئلي ب1500 نقفة، والسيد تفري أبرها مع زوجته ب1000 نقفة. في غضون ذلك تبرع موظف السفارة الإريترية في جمهورية جنوب السودان والجالية الإريترية في جوبا ب9759 دولار أمريكي، وأعضاء السفارة الإريترية في ليبيا ب17 ألف دينار، والإريتريون في طرابلس ب5200 دينار، والجاليات الإريترية وأعضاء السفارة الإريترية في السودان ب 2.1 مليون جنيه و6650 دولار. وأفاد القنصل الإريتري العام في أستراليا ونيوزيلندا عن تبرع الإريتريون المقيمون في عدد من المدن الأسترالية وعدد من المدن النيوزيلندية دعما لتنمية صندوق تصدي فيروس كورونا، حيث تبرع الإريتريون في أستراليا ب 92,730 دولار أسترالي، وأعضاء المرأة الإريترية فرع ملبورن ب 5,000 دولار أسترالي، والإريتريون المقيمون في نيوزيلندا ب 17,000 دولار نيوزيلندي. تستدعي المخالفات المتعلقة بالتعليمات الصادرة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا في مدينة عصب ضرورة اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة، فقد توقفت حركة المواطنين والمؤسسات التي كانت تقدم الخدمات خلال الأسبوع الماضي في مدينة عصب بفضل المتابعة الجادة والقرارات المتخذة، إلا أن أصحاب المؤسسات التجارية التي سمح لها بالعمل حتى 8 مساء ظلوا يجهزون الكراسي أمام تلك المؤسسات، مما يدعو ذلك إلى التجمع. هذا وتشير المعلومات الواردة من القرى والبلدات حول عصب إلى تطبيق التعليمات الصادرة بصورة شاملة. في إطار الجهود الجارية لتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى البلاد، أوضحت التقارير بأن الأعمال الجارية لتحسين جودة مستشفى مدينة مصوع من حيث الكادر الصحي والأجهزة الطبية حققت نتائج جيدة. وذكر المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور برهة تسفاي بأن المستشفى شهد في عام 2019 حملة لإنشاء أجهزة تشخيص الأمراض القلبية والأمراض الباطنية ومرض السل، وكذا توفير المعدات الطبية الحديثة لقسم الأشعة والخدمات الجراحية وتجهيز الصيدلية العصرية، مما أحدث ذلك تطورا ملموسا في ارتقاء الخدمات الصحية.
وأشار الدكتور برهي إلى إدخال آلة جديدة تساعد في تصريف المعدات القديمة التي أصبحت خارج نطاق العمل، وأخرى تنتج المطهرات الكحولية، فضلا عن دعم قسم المختبر الطبي بالمعدات العصرية والحديثة وتوفير أجهزة أخرى لحفظ الدم. وذكر الدكتور برهي بأن عملية تطوير الكادر الصحي تمنح الاهتمام الأكبر إلى جانب توسيع الخدمات الصحية ودعم المستشفى بالأجهزة الطبية، وبفضل ذلك يضم المستشفى في الوقت الحالي 11 طبيبا و126 من الأعضاء بما فيهم خبراء طب الولادة والأسنان. وفي الختام أوضح المدير الطبي للمستشفى مصوع الدكتور برهي تسفاي عن سريان العمل لصيانة المستشفى. هذا ويضم مستشفى مصوع أقسام خدمات الأمراض الباطنية والولادة والجراحة وطب الأطفال والعيون والأذن والأسنان والعلاج الطبيعي والمختبر الطبي والأشعة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، انتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب طريقة إدارة منظمة الصحة العالمية لوباء كوفيد-19، مهددا بتعليق دفع الاشتراكات المالية الأمريكية لهذه المنظمة الأممية. وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليوم في البيت الأبيض حول تطورات الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية: سنعلق دفع الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. غير أن الرئيس الأمريكي ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان بقوله أنه لم يقرر تعليق السداد، بل يحتسب فقط درس هذه الإمكانية. وفي نيويورك دافع ستيفن دوكاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أداء منظمة الصحة العالمية ومديرها العام الأثيوبي تيدروس أدحانوم. ونفى مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اتهامها بالتركيز على الصين، وقالوا أن المرحلة الحرجة من الوباء ليست الوقت الملائم لوقف التمويل، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلق مساهمة بلاده في المنظمة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المانحين في المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حيث يقول ترامب أنها قدمت نصائح سيئة أثناء أزمة تفشي مرض كورونا. قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن حاملة الطائرات شارل ديغول في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها. وقالت الوزارة أن نحو 40 من أفراد الطاقم تحت ملاحظة طبية صارمة الآن على متن السفينة التي تدار بالطاقة النووية، والتي شاركت مؤخرا في تدريبات مع بحريات دول أوروبية في بحر البلطيق. وقال متحدث باسم قيادة القوات المسلحة لرويترز أن حاملة الطائرات سترسو في تولون في جنوب فرنسا بعد بضعة أيام، وكان من المقرر أن تعود يوم 23 من أبريل. فقد أبحرت شارل ديغول إلى شرق المتوسط يوم 21 من يناير لدعم عمليات الجيش الفرنسي ضد متشددين إسلاميين في العراق وسوريا، قبل توجهها إلى المحيط الأطلسي ثم إلى البلطيق، حيث يوجد على متنها 1760 شخصا. أعلن البنتاغون عن مقتل قيادي كبير في حركة الشباب الإسلامية المتشددة في قارة جوية شنتها القوات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في جنوب الصومال على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب العاصمة مقديشو. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم في بيان لها أنها شنت في 2 من أبريل الجاري قارة جوية على موقع قرب بوش مدينة أسفرت عن مقتل 3 من حركة الشباب، أحدهم قيادي كبير يدعى يوسف جيس. وبحسب البيان فأن جيس هو أحد مؤسسي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد تبوأ فيها عددا من المراكز القيادية. ونقل البيان عن الجنرال ستيفن تاونسيد قائد أفريكوم قوله أن هذا الشخص كان قياديا رئيسيا في منظمة الشباب. وبحسب الجيش الأمريكي فقد قتل 5 عناصر آخرين من حركة الشباب في غارة أمريكية استهدفتهم في منطقة جيليب في جنوب الصومال. ويقدر الخبراء أعداد مقاتلي الحركة حاليا فيما بين 5000 و 9000 عنصر. الخبر الأخير: أضاء القمر العملاق عتمة السماء الداكنة ليلة الثلاثاء والأربعاء في عدة أرجاء من العالم. هو ثالث بدر عملاق من 4، وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة هذا العام. القمر البدري أشرق مع غروب الشمس مكتسبا لونا ضاربا في الحمراء نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا ما يحدث في كل شهر.
وتحدث ظاهرة الاقتران القمري عندما يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض في مداره، فيبدو أكبر حجما بنسبة 7% ويزداد نوره بنسبة 15% عندما يكون في أعلى نقطة بالأفق. ولا يدور القمر حول الأرض في شكل دائري، لذلك يتغير بعده عن الأرض وفق مداره، وتتغير المسافة بينهما أيضا بفعل دوران الأرض حول الشمس. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.